ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد ايهاب. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وشير عشان يوصلكوا كل جديد من الفيديوهات. والناس اللي حابه تحجز قراءه خاصه تتفضل تبعت لي رساله على الخاص على الواتساب، هرد عليها زي ما انتم عارفين بكل التفاصيل. القراءات باسعار حلوه جدا واي حد يقدر ان شاء الله انه يعملها باذن الله. يلا كده نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وحط حد في بالك وتعالى يلا نشوف تهكير شامل لعقل الشخص اللي انت بتفكر فيه. يلا فكر فيه كويس وبأول حرف من اسم الشخص ده هتلاقي طبعا كل التفاصيل موجودة في صندوق الوصف. وتعالوا يلا نبدأ بإذن الله القراءة على مجموعتين. نبدأ بإذن الله يلا بالمجموعة الأولى. أصحاب المجموعة الأولى ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا يلا نشوف تهكير للشخص دوت من طاقته اتجاهك ومشاعره اتجاهك وشايفك ازاي ونواياه وخطواته وانت مين بالنسبة له. فدي زي قراءة جنرال كده وفيها بإذن الله كل حاجة. متبخلش بقى علينا، يلا باللايك كده واكتب لنا طبعا رأيك في القراءة ونسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. يلا كده تعالى ناخد طاقة الشخص دوت اتجاهك في الوقت اللي انت بتسمع فيه القراءة. وتعالى كمان ناخد مشاعره اتجاهك. وتعالى ناخد شايفك ازاي. ونواياه وخطواته. بالنسبة للنوايا والخطوات احنا بنشوفه بيفكر في ايه، انما هل هيحصل او مش هيحصل دي حاجة طبعا في علم الغيب، وربنا طبعا هو اللي لوحده عارف، ولكن احنا بنشوف تفكيره فقط، مش بنشوف هو ايه اللي هيعمله بجد يعني وكده. انما احنا بنشوف هو بيفكر في ايه ان هو يعمله اتجاه. واخر سؤال معانا، انت مين بقى بالنسبة لي؟ تعالى بقى ناخد يلا كارت الطاقة بتاعك انت عشان تعرف القراءة ديت مناسبة ليك ولا لأ. بالنسبة لطاقتك انت اللي بتسمعني، فشو ممكن اكون شايفك دلوقتي بدأت حاجة جديدة. ممكن تكون في حاجة انت عايز تبتدي فيها او في مشروع او حاجة معينة انت بتفكر انك تبتديها. بشوفك كمان هنا ممكن تكون منتظر حاجة او منتظر حد او منتظر رجوع حد. انت عامة بتحب الشخص ده جدا ومتسامح مع اي حاجة عملها معاك او اي حاجة هو الشخص ده قالها لك او جرحك بيها او عمل حاجة معينة مثلا كانت مضايقاك. فشايفك انك مسامح مثلا الشخص دوت، او انت مثلا مش متضايق منه او مش متضايق من التصرفات اللي هو عملها. بشوفك كمان هنا ممكن بشوفك كمان انك ممكن تكون منتظر حاجة من الشخص دوت. منتظر مثلا ان هو يوضح لك حاجة، لاني انت ظاهر قدامي هنا انك متحفظ على طاقتك جدا او مش عايز تبين للشخص دوت انك مهتم بيه، مش عايز تبين له انك بتحبه. ممكن كمان تكون بتحذر مثلا او بتحذر انك تبين مثلا للشخص ده حاجة معينة مثلا عندك، او مشاعرك انت خايف انك مشاعرك تبان تجاه الشخص دوت، او انك بتراقبه او بتحب الشخص دوت. انت متحفظ على الحتة دي قوي عندك. لو طبعا دي طاقتك كمل قراءة، لو مش طاقتك اكيد اسمع المجموعة التانية، ان شاء الله تلاقي طاقتك معايا بإذن الله النهاردة في الفيديو. نعدل بس كده الكاميرا. تمام. بالنسبة بقى للتهكير اللي معانا النهاردة، فالطاقة بتاعت الشخص ده اتجاهك. اللي بشوفه هنا ان الشخص ده ممكن يكون في الوقت الحالي مثلا ما بينك وما بينه حاجة معقدة، او الشخص ده في الوقت الحالي مثلا ممكن يكون تعبان على فكر الشخص دوت، او هو متضايق مثلا ان هو مش معاك. لان اللي ظاهر معايا ان الشخص دوت مش بينام، او مثلا الشخص دوت في الوقت الحالي مثلا متضايق انك مش موجود معاه، متضايق مثلا ان هو مش ما يعرفش حاجة عنك مثلا، او انتوا دلوقتي منفصلين مثلا. فالشخص دوت ممكن يكون في الوقت الحالي متعصب مثلا ان هو زي ما انت كنت ظاهر لي عندك في الطاقة انك متحفظ دايما، او انت مش عايز تبين له انك بتحبه او مش عايز تبين له انك مهتم بيه. فمثلا ممكن تكون دي حاجة في حد ذاتها مضايقة الشخص دوت او مقلقاه.
باشوف كده كمان إن الشخص ده في الوقت الحالي ممكن تكون في حاجة ما بينكم مثلًا، فهي الحاجة دي معطّلة الموضوع، أو في مثلًا موضوع مش راضي يتحل ما بينكم، في عوائق كتيرة مثلًا في العلاقة ديّة، فالعوائق دي كمان مأزّمة الشخص دوّة أو مخلّياه مثلًا إن هو مش عارف يفكّر بشكل صحيح، أو مثلًا مخلّية الشخص ده مثلًا مش قادر إن هو يخطو اتجاهك خطوات صحيحة أو خطوات في محلها المضبوط. باشوف كمان هنا إن ممكن يكون الشخص دوّة في طاقته برضه اتجاهك، ممكن يكون أنتم بتشتغلوا مع بعض، أنا باقول طبعًا كل الطاقات اللي قدّامي وأنت خُد من الطاقة ديّة اللي تناسبك أكيد. ممكن تكونوا أنتم بتشتغلوا مع بعض في حاجة معيّنة، أو مثلًا ممكن تكونوا أنتم مشتركين في حاجة بتجمعكم، مثلًا زي السوشيال ميديا أو عمل أو حاجة معيّنة بتجمعك أنت والشخص دوّة مع بعض. فأنا باشوف مثلًا إن الشخص دوّة بيستغل الفرصة ديّة أو يستغل الحاجة ديّة إن هو يبُص عليك، إن هو مثلًا يشوفك، يتكلّم معاك مثلًا لو في ما بينكم كلام، يراقبك، يعمل لك مثلًا حاجة تلفت انتباهك. فالشخص ده مثلًا لو في ما بينكم حاجة مشتركة فهو بيبقى قاصد يعمل الحاجات اللي أنا قُلتها ديّة، لو ما فيش حاجة مشتركة فالشخص دوّة بيتمنى إن يبقى في حاجة مشتركة ما بينك وما بينه، فدي طاقة الشخص دوّة. بالنسبة بقى لمشاعر الشخص دوّة اتجاهك، فاللي ظاهر معايا هنا إن الشخص دوّة ممكن يكون شوية بيبيّن لك إن هو بيهرب منّك، بيبيّن لك دايمًا إن هو مش عايز يشوفك مثلًا، أو بيبيّن لك مثلًا إن هو أي مكان مثلًا بيروحه، أو أي مكان مثلًا أنتم كنتم بتتقابلوا فيه مثلًا، أو لو جيت كلمت الشخص دوّة أو بعتّ له حاجة مثلًا، فهو ممكن ما يردش عليك أو يرد رَد بارد مثلًا، أو بيتهرب منّك بطريقةٍ ما، يعني أنت أكيد يا اللي بتسمعني هتبقى فاهمها. ولكن مشاعر الشخص ده الحقيقة هو الشخص ده بيحبك على فكرة، أو الشخص ده عنده مشاعر رومانسية تجاهك، ولكن بيغير عليك على فكرة الشخص دوّة، أو هو بيبقى دايمًا عايز يبيّن لك إن هو مهتم بيك الشخص دوّة. اللي باشوفه كمان في مشاعر الشخص دوّة اتجاهك، فهو بيغير عليك زي ما باقول لك، أو ممكن يكون الشخص دوّة شوية حاد الطباع شوية، أو مثلًا الشخص ده عصبي حبّة، فهو مش بيحب يبيّن مشاعره، أو مثلًا بيتكسف مثلًا، أو هو مكسوف منّك مثلًا إن هو يبيّن لك إن هو بيحبك، فهي برضه حاجة زي كده يعني، وجه أكيد القراءة في سكة حياتك. بالنسبة بقى للسؤال اللي بعد كده معانا، الشخص ده شايفك إزاي؟ فهو شايفك إنّك حد واثق من نَفْسك جدًا، جدًا، جدًا يعني. بيشوفك كمان إنك حد شاطر في شغلك، حد بتهتم بالأمور العائلية عندك، أو بتهتم بعيلتك، أو شايفك إنك حد واثق في نفسك جدًا، جدًا يعني، وبتحب شغلك أوي. بيشوفك كمان إنك حد منظم، حد مرتب جدًا، أفكارك كمان بيشوفك إنك مرتبها، أو بيشوفك كمان إنك حد ذكي، وحد مرتب شكلك، منظم كمان في شكلك جدًا، بتشوفي شكلك حلو. كمان بيشوفك إنك حد بتعرف تفكّر جدًا وتخطّط للمستقبل، أو بيشوفك إنك حد بتعرف زي تضبّط الأمور بتاعتك، إنها مثلًا زي إيه مثلًا، في ناس بتعمل حساب بُكرة، فهو بيشوفك مثلًا إنك بتعمل حاجات مثلًا دلوقتي عشان حساب بُكرة، أو عشان في المستقبل يبقى عندك فرص كويسة، أو عشان في المستقبل مثلًا ما تحتاجش لحد، بيشوفك إنك حد بتشتغل كمان على نَفْسك بشكل قوي، أو بتشتغل على نَفْسك بشكل كويس جدًا. فنظرته ليك حلوة جدًا، كمان بيشوفك شوية برضه بعض الناس بيشوفك حد واثق في نَفْسك زيادة عن اللزوم إلى حتّة الغرور شوية، فهو بيشوفك إنك ممكن تكون حد مغرور يعني حبّة كده يعني، أو عارف قيمة نَفْسك بشكل قوي يعني. بالنسبة بقى لنواياه وخطواته بقى اللي هو بيفكّر الحاجات اللي هو يعملها اتجاهك، فأنا باشوف الحقيقة إن هو مش بيفكّر إنه يعمل حاجة جَد اتجاهك، أو مثلًا مش عايز يتسرّع في خطوة اتجاهك، فأنا باشوف إن هو صابر شوية عليك، أو صابر شوية إن هو يعمل أي خطوة اتجاهك في الوقت الحالي، ومنتظر إشارة منّك، منتظر حاجة منّك أنت اللي تعملها الأول وهو هييجي، أو منتظر إنّك ت توضّح له حاجة، وبعد كده الشخص ده هيفهم إنك لسه عايزه، هيفهم إنك لسه بتفكّر فيه، هيفهم إنك لسه مثلًا عايز معاه علاقة كويسة، أو عايز معاه الأمور تمشي بشكل قوي أو بشكل كويس، فهو صابر على فكرة إن هو ما يبيّنلكش أي حاجة، ومنتظرك أنت اللي تبيّن له حاجة معيّنة عندك، أو أنت اللي تبادر يعني. بالنسبة بقى للسؤال الأخير بتاعنا، أنت مين بالنسبة للشخص دوّة؟ فأنت بالنسبة له على فكرة الشخص اللي هو مهتم بيه في الوقت الحالي، أنت بالنسبة له الحاجة اللي هو مهتم بيها دلوقتي، وأنت بالنسبة له كمان الحاجة المتعلقة في الوقت الحالي اللي هو مش قادر إن هو يحلها، زي ما كان موجود عندنا في الطاقة بتاعته.
فأنت بالنسبة له الوضع المتعلق في الوقت الحالي اللي هو نِفْسه إن هو يحلّه ولكن مش عارف إن هو يحلّه، فأنت بالنسبة له كمان إنك حد جذاب جدًا، حد لافت للنظر، وهو زي ما قُلت لك بيغير عليك، فهو عارف على فكرة إن حواليك ناس كتيرة، حواليك ناس كتير بتبقى عايزة تكلّمك، بتبقى عايزة تتعرّف بيك، عايزة إن أنت تقول لهم إزيك حتى، فهو بيغير عليك من الحتّة ديّة برضه. بيشوفك كمان أو أنت بالنسبة له زي ما قُلت لك الوضع المتعلق اللي هو نِفْسه يحلّه، وبالنسبة له كمان أنت الشخص الجذاب أو الشخص اللي هو بيتمنى إن هو يكلّمه، أو يبقى معاه يعني في علاقة أو حاجة زي كده. القراءة كده خلصت والتهكير، أتمنى طبعًا إن هو كان يكون يعجبكم أكيد. هنقول الطاقات والأبراج اللي ظهرت معايا. تعالَ نقول الطاقات كلّها بإذن الله. معايا برج الدلو، ومعايا أبراج نارية الأسد والحمل والقوس، وطاقات ترابية وهوائية والقوس ظاهر معايا برضه، ومعايا طاقات نارية زي ما قُلت لكم الأسد والحمل والقوس ظاهرين معايا، والثور والعذراء والجدي ظاهرين بقوة، والطاقات الهوائية الميزان والميزان والعذراء برضه قُلناه، الميزان والدلو والجوزاء. كل ديّة الطاقات والأبراج اللي ظهرت معايا منك يا من الشخص دوّة. أشكركم جدًا أصحاب المجموعة الأولى، أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية كتير. يالّا ننتقل لأصحاب المجموعة التانية، يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك، ولو حابب تحجز قراءة خاصة معمقة أكتر تواصل معايا على الأرقام اللي هاسيبها لك تحت في الdescription box أو صندوق الوصف، تواصل معايا واعرف بإذن الله كل التفاصيل اللي أنت عايز تعرفها. أصحاب المجموعة التانية ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد إيهاب. يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، والشير طبعا. ويلا بأول حرف من اسم الشخص دوت تعالوا يلا نعمل تهكير شامل لعقله ونعرف طاقته اتجاهك ومشاعره اتجاهك عاملة ازاي وشايفك ازاي ونواياه وخطواته وانت مين بالنسبة له بأول حرف من اسمه. أكيد هتلاقي زي ما انت عارفين الحروف بأول حرف من اسمه، هتلاقي الحروف موجودة في صندوق الوصف، وأرقام الواتساب بتاعتي هتلاقيها موجودة لو حابب انك تحجز قراءة خاصة معمقة اكتر عنك، وتواصل معايا عشان تعرف الاسعار. اسعار حلوة جدا واي حد يقدر ان شاء الله انه يعملها. يلا كده نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، وتعالى يلا نشوف طاقة الشخص دوت اتجاهك. اولها كده يعني تمام، وبعد كده مشاعر الشخص دوت اتجاهك. هي من اول كارت القراءة بانت، يعني هي من اول كارت القراءة بانت وشايفك ازاي. تمام، لا قراءة حلوة. ونواياه وخطواته اتجاهك. وانت مين بالنسبة للشخص ده. تعالى يلا بقى احنا هناخد لك الطاقة بتاعتك عشان تعرف القراءة دي مناسبة ليك ولا لأ. لو طبعا مش طاقتك اسمع طاقة المجموعة الأولى. يلا بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم ونسمي الله، وما تنساش الاشتراك في القناة واللايك أكيد يلا عشان تدعمني. ولو حابب تحجز قراءة خاصة زي ما انتم عارفين الأرقام بتاعتي في صندوق الوصف، شوفوها بإذن الله وتواصلوا معايا. القراءات بأسعار حلوة جدا وأي حد يقدر إن شاء الله إنه يعملها. يلا كده نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، وتعالى نشوف الطاقة بتاعتك. طاقتك انت ممكن تكون غضبان من حاجة معينة، ممكن تكون متضايق من حاجة معينة مثلا الشخص دوت او بيتصرف معاك بيها او من طريقة الشخص دوت، او عندك زي اسلوب هجومي او دفاعي عن نفسك او عنك يعني. او انت مثلا ممكن تكون في الوقت الحالي رافع سيفك، شفته يعني الكينج اوف سورد دوت رافع سيفه على الشخص اللي قدامه. فانت ممكن تكون عايز زي تتخانق مع الشخص دوت او تزعق له، او عندك كده موقف هجومي على الشخص دوت. بشوفك كمان هنا مثلا ممكن تكون في الوقت الحالي متجاهل للشخص دوت، او انت مبين له انك متجاهله او مش مهتم بيه، ولكن انت مهتم بالشخص ده بطريقه بحته يعني، وبتراقبه جدا يعني. اهوت يعني لسه بقول بتراقبه جدا، يعني هو الكارت ده فيه مراقبه والكارت ده فيه مراقبه وهنا فيه مراقبه، فانت بتراقب الشخص دوت بطريقه بشعه الحقيقه. يعني انت بتراقبه ومهتم بيه وعندك فضول تعرف حياته ازاي ماشي ازاي، بيحبك ولا لا. كمان التو اوف كابس، لا انت بتحب الشخص ده جدا جدا يعني. ممكن تكون العلاقة دي لبعض انتوا صحاب مثلا او مرتبطين ببعض مثلا عن طريق الصداقة، او انتم عند بعض على السوشيال ميديا، او بتراقبوا بعض من عن طريق السوشيال ميديا حاجة زي كده. لان المراقبة على فكرة ما بينك وما بين الشخص ده متبادلة.
2 في كابس ان المراقبه متبادله والحب متبادل، والشخص ده طلع لك هنا في المراقبه فهو بيراقبك. يعني انتوا الاتنين بتراقبوا بعض على فكره، وممكن تكون اغلبيه الناس ديت العلاقه كراش او منفصلين على فكره. فالطاقه هنا حلوه شويه، بس انت بس اهدى كده وهدي اعصابك يعني. الشخص بيحبك جدا. بالنسبة بقى للطاقة الشخص ده اتجاهك، فهو بيحبك جدا الشخص دوت، وفي الوقت الحالي ما عندوش تفكير سلبي اتجاهك. الشخص ده فعلا بيحبك، ولكن ممكن يكون العلاقة ديت مش مصرح بيها بالمشاعر، او مثلا الشخص دوت ما بيعبرش عن مشاعره اتجاهك، سواء منفصلين او كراش او اي حاجة. فالشخص دوت مش بيعبر عن مشاعره اتجاهك خالص، او هو مثلا عنده المشاعر اتجاهك ولكن مش بيحب يتكلم عنها، مش بيحب يقول. آم، اللي ظاهر هنا كمان معايا قدامي ان الشخص دوت كان بيراقبك على فكرة، او الشخص ده ما يزال لحد دلوقتي بيراقبك وبيحاول ان هو يبص عليك، ولكن بطريقة بقى ايه متخفية شوية. او بيحاول الشخص دوت في الوقت الحالي مثلا انه يعرفك قيمته، بيحاول شوية مثلا ان هو يبين لك آم، مثلا ايه حاجة معينة عنه، عن حياته، جزء معين عن حياته. مش عايز يبين لك مثلا جزء اخر، يعني هو عايز يبين لك الجزء اللي على مزاجه من حياته، والجزء دوت انت بس اللي تشوفه، مش عايز يبين لك اجزاء تانية من حياته. يعني انت يا رب طبعا تكونوا فهمتوا انا اقصد ايه بالظبط. ولكن الشخص ده بيحبك جدا جدا جدا، يعني في طاقته كمان ده ظاهر معايا قوي. بالنسبة بقى لمشاعره اتجاهك، فالشخص ده متمسك بيك جدا. الشخص ده كمان عايز على فكرة منك حاجة حقيقية، او عايز منك عرض حقيقي، او عايز يبقى في ما بينك وما بينه حاجة جد او ارتباط مثلا، لو يسمح طبعا بينكم الارتباط، او حاجة جد مثلا علاقة جد حاجة. هو الشخص ده عايز منك حاجة زي كده يعني. ولكن الشخص ده بيحبك جدا ومتمسك بيك وشايفك فرصة، شايفك انك حاجة مثلا هو مصدق ان هو يقابلها، او شايفك انك حد طيب جدا برضه، شايفك كمان حد ذكي. بالنسبة بقى فشايفك ازاي، هو على فكرة الشخص ده ممكن يكون شوية ملخبط، لانه هو طالع لي في الطاقة بتاعته مشاعره، وطالع لي في مشاعره شايفك ازاي، فهو حد ملخبط شوية. فانتوا ايه يعني، والله اللخبطة دي مش جاية مني انا، هي جاية من الشخص اللي انتوا بتسمعوا له. فبالنسبة بقى فأنا مشاعر الشخص ده، فهو شايفك فرصة كويسة جدا، وشايفك إنك حد مستقر، وحد عايز يحقق معاه حاجات وإنجازات، حاجات حلوة جدا يعني. شايفك بقى ازاي الشخص ده، فهو شايفك انك حد صديق كويس جدا. شايفك كمان شوية ممكن تكون متردد، او شايفك شوية ممكن تكون بتخاف من الارتباط، او شايفك ممكن تكون بتخاف شوية مثلا من انك تخش علاقات. برضو بيشوفك انك حد مبهج، حد اجتماعيا كويس، او شخص بيشوفك اجتماعي، بتحب تتكلم مع الناس اللي حواليك، او بتحب تصاحب بالناس اللي حواليك مثلا. بيشوفك كمان انك حد طيب جدا. ممكن يكون لبعض الناس هنا ممكن تكون في علاقة ثلاثية، أو ممكن تكون لبعض الناس هنا في مثلا أطراف متدخلة. لبعض هنا الطاقات، يعني دي طبعا لبعض الطاقات، لو انت طبعا مش عارف ان عنده علاقة ثلاثية فهي طبعا مش هيكون فيه، ولكن لبعض الناس هنا ممكن تكون في علاقة ثلاثية. بشوف هنا كمان انك ممكن تكون اللي بتسمعني مثلا انت بتشوف ان الشخص ده متردد، او هو بيشوفك انك حد متردد شوية تجاهه. بيشوفك كمان إنك حد حلو كمان في الشكل، حد مهتم بنفسك. بيشوفك برضو بالنظرة دي، يعني بيشوفك إنك حد كمان شغوف كده على الحياة، أو بيشوفك إنك حد إيه حلو كمان، وشايف إنك كمان عندك ناس كتير منجذبة ليك، أو ناس كتير مثلا بتعجب بيك، أو أنت حد لافت للأنظار بشكل قوي يعني. كمان هنا ندخل بقى على السؤال اللي بعديه، نوايا وخطوات الشخص ده الحقيقة، فهو مش شايف ان هو ياخد اي حاجة اتجاهك. يعني برضو ايه مش شايف ان هو ياخد اي حاجة اتجاهك الصراحة يعني. بشوفه هنا مثلا ان هو بيحبك قوي، الشخص ده بيحبك قوي كمان يعني. فانما حكاية التعبير او حكاية انه يخطو خطوة، مش بشوف ان هو يعملها الحقيقة، لان هو بطيء جدا 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 يعني. ولكن كان بالنسبة للمشاعر والحب والكلام ده، لا الشخص ده بيحبك قوي قوي يعني. بالنسبة بقى لأنت مين بالنسبة له، فأنت بالنسبة له الحب، السعادة، أنت بالنسبة له الشخص اللي عايز يكون معاه بيت، التين اوف بنتكل والتين اوف كابس. فهو الشخص ده بيحبك قوي بجد، وعنده مشاعر حلوة اتجاهك، مشاعر صادقة، مشاعر حب حقيقي، مشاعر تطمنك على فكرة. يعني انت لو خايف، او انت انا مش عارف انت كنت جاي لي في طاقة الكينج اوف سورد، طاقة الهجوم،
أو طاقة الاندفاعية ممكن تكون طريقة الشخص ده باردة شوية، لأن هو مش بيعبر. أو الكينج اوف كابس والكوين اوف كابس ماشي، يعني انت بتحبنا وكل حاجة وشخص تمام وزي الفل، ولكن مفيش تعبير، يعني مفيش تعبير خالص عن مشاعره اتجاهك. فانت ليه او الكينج اوف كابس هنا هو انت كان عندك موقف هجومي، وده حقك، مش هقولك لا، لان انت مثلا ممكن تكون متعصب فعلا من الشخص دوت، او مثلا الشخص ده ممكن يكون مضايقك على الطريقه مثلا ان هو بيتصرف فيها، وهو ندمان على فكره على ان هو مش قادر ان هو يعبر لك على مشاعرك، يعني على مشاعره اتجاهك. هو ندمان على فكره الحته ديت، او هو ممكن يكون ما عندوش الفرصه او ما عندوش الجرأة ان هو يجي يكلمك، او ممكن يجي يعبر لك عن مشاعره اتجاهك يعني. كانت والله قراءة حلوة جدًا، جدًا، جدًا يعني بجد، بس ينقصها التعبير عن المشاعر أو التعبير عن الحب اللي عند الشخص دوّة. هنقول يالّا الطاقات والأبراج اللي ظهرت معايا برج الميزان، معايا برج الجوزاء، وكمان معايا العذراء والدلو والحمل والأسد والقوس، وكمان معايا الثور، ومعايا طاقات مائية بقى السرطان والحوت والعقرب. السرطان والحوت والعقرب ظاهر معايا برضو، والجدي برضو ظاهر معانا القوس قلناه، والميزان والجوزاء والدلو. انا معتقد على ما اعتقد كده قلنا كل الابراج، يعني هي القراءة دي فيها كل الابراج. اتمنى لكم طبعا التوفيق والخير طبعا. لو ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك والشير عشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات باذن الله. ولو حابب تحجز قراءه خاصه زي ما انتم عارفين اسيب لكم تحت الارقام بتاعتي، تنوروني طبعا في اي وقت. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. كان معاكم محمد ايهاب.